بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. عارفة ان بتأخر عليكم في الفيديوهات، سامحوني والله العظيم، غصب عني. وطبعا انتوا عارفين ان الصنايعية يومها بسنة، يقول جاي بكرة وما بيجيش، ويديكي ميعاد واتنين وتلاتة ومش بيوفي بالميعاد ده. بس الحمد لله، يعني اللي انا عملته قلت اصوره وايه وانزل لكم فيديو كده بالحاجات الجديدة اللي انا عملتها، عشان تتابعوا معايا برضو اول باول. وتاخدوا افكار من التعديلات اللي انا بعملها. طبعا هنا الشقة زي ما انتم شايفين لما كان فيها حاجة السباكة، وكانت لسه يعني السباك ما اشتغلش وكده. انا في الفيديو اللي فات وريتكم لما اللي السباك كسر وشال الحاجات دي كلها. هنا الكهربائي طبعا عمل لي المفتاح بتاع النور يعني هينور المطبخ، حطولي هنا في الحيطة دي. وطبعا كسرنا الحلق بتاع الباب بتاع المطبخ، ووسعته وشلت الحلق خالص، ووسعنا اللي دخلت المطبخ، وعملت بار كده. كل ده انا صورته معاكم في الفيديو اللي فات، بس انا بجيب لكم اللقطات عشان خاطر اوريكم الفرق والحاجات اللي انا عملتها خطوه بخطوه. هنا بقى برضو الكهرباء مدلي واصله كده علشان خاطر الكوبس بتاع الكهرباء اللي هو اللي انا حطيته بره. تمام كده. هنا بقى بتاع السيراميك كان عمل لي عمل لي بقى اللي هو السيراميك ده. ما حبيتش بصراحه احط فيه رخام. حاسه ان هيبقى الرخام يعني شاذ فيه. عملته من فوق ابيض كده او جري فاتح خالص. والجنب ده برضو. اما الجنب التاني اللي هيتحط عليه الرخامه عملتها باللون اللي يعني مدي على جراي كده او بترولي، حاجه زي كده. كان البلاط ده عندي اصلا، كان عندي والدي باقي من يعني كان موجود من شويه اخواتي تشطيبهم وكده. فانا جبت الحاجه اللي تناسبني فعملتها كده، واللي هي اللي لونها بترولي دي، عشان خاطر هتليق مع الرخامه اللي انا هحطها ان شاء الله باذن الله. وانا برضو ركبت الرخام وهوريه لكم ان شاء الله في الفيديو ده، وهعرفكم انا عملت ايه. هنا بتاع السيراميك كان عمل لي بقى السيراميك من فوق، من الوزره اللي هي فوق دي، والجنبين، وظبط لي الدنيا. بعدها بقى بحوالي اسبوع كده تقريبا على ما شفنا الرخام واتفقنا الصنايعي بتاع الرخام يعني جه عمل وكده. طبعا سامحوني معلش على الاضاءه، لان الاضاءه في الشقه يعني اللي متركبه اصلا الاضاءه ضعيفه. فطبعا بتاع الرخام خلص بالليل، الاضاءه مش باينه، مش مبينه اصلا اللون الطبيعي. شايفين اللمبه عامله ازاي؟ ضعيفه جدا. طبعا هنا كان الحاجات بقى اللي هو الاسمنت، الحاجات الاسمنتيه دي اللي باينه. ان شاء الله النقاش هو اللي بيظبطها. هو حاليا النقاش شغال في الشقه، ظبط لي الحاجات دي كلها بمعجنها، وبعد كده هيدهن الشقه كلها. الرخام يا بنات، انا جبت الرخامه كده من يعني من الحيطه للحيطه اللي هي بتاعه اللي هيبقى فيها الحوض. بس عشان تديني وسع كده، احط بقى تحتها الغساله واحط كل حاجه تحتها. غير المطبخ اللي انا قاعده فيه دلوقتي. زي ما انا قلت لكم كنت عايزه نفسي اعمل رخامه بطول الجدار ده. فالحمد لله جبت الرخامه وركبتها، وده طولها بالظبط 290 سنتي الرخامه الطويله دي. وجبت الحوض ده 45 سنتي في 70 سنتي، اللي هو المنار. وعمل لي رف، خليته يعمل لي رف كده من الرخام. وطبعا القوايم دي لازم تتحط علشان تشيل الرخام، لان انا مش عامله طبعا دولاب مطبخ ولا كده. وبعد كده انا هبقى اقفله بقى مطبخ ظرف بس الموتيل وخلاص. الرخامه لونها نوعها اللي هو الرخام الاسود الاسواني. بس دي مش سودا قوي، يعني دي مديه على جري شويه، وبصراحه شكلها جديد وحلو، عجبني عن الاسود الاسواني ده. بس الاضاءه بصراحه مش مبيناها. انا حاولت افتح الفلاش بتاع التليفون، بص لونها اللي هي بالزاويه اللي واقفه دي هي يعتبر قريبه منها. وطبعا كمان هو متنضفش، انا مرضيش يعني هو كان لسه مركبه وحاطط عليه ماده كده. طبعا انا ما ينفعش احط عليه ميه ولا اي حاجه، والحوض كان لسه لازقه وحاطط فيه اللي هو الطوب ده، فما ينفعش ان انا احط ميه خالص. فانا سبته بحالته دي وبوضعه زي ما هو كده. الاضاءه مش مبينه لون السيراميك الرخام، بس بصراحه لونها عجبني قوي. وهتلاقيه طبعا مع الاسود الجلاكسي اللي عندي، اللي هي الوحده بتاعه المطبخ اللي عندي. طبعا الرخامه بتاعتها اسود جلاكسي، فان شاء الله دي اقرب حاجه هتليق ليها. الاسود الجلاكسي بصراحه اولا مرضيش اركبه لانه غالي.
تاني حاجة لان انا مش حباه اسود خالص كده، هيبقى كاتم المطبخ، فانا حبيتها دي لونها عجبني بصراحة. انا كنت مختاره حاجة تانية خالص، ولما روحت عشان اتفق خلاص ويجي يشوف المقاسات شفت دي عنده فعجبتني وجبتها. ان شاء الله باذن الله لما اظبط الاضاءة بتاعة المطبخ هوريها لكم باذن الله. نيجي بقى على ال البلكونه بتاعه الخدمات. هنا طبعا احنا السباك نقر لي شويه كده في الحيط علشان خاطر احنا قلنا هنعملها سيراميك. وجبت السباك اللي قصدي الكهربائي عمل لي وصله للكهرباء علشان الفيشه بتاعه الغساله. والسباك طبعا عمل لي الصرف ليها عشان خاطر الغساله، وكمان يعني عمل لي فتحه علشان خاطر اللي بيبقى كله ده انا هوريه لكم ان شاء الله باذن الله. وطبعا زي ما انا قلت لكم قبل كده ان انا شلت الباب الالموتال وحطيت الباب الخشب اللي انا طلعته من المطبخ ركبته. مش حابه بصراحه الباب الالموتال يبقى على البلكونه هنا، هي بالنسبه لي انا مش هتبقى بلكونه، هي زي غرفه غسيل كده. طبعا انا هنا ركبت عملت السيراميك. السيراميك ده يا بنات كان عندي والدي وانا قلت استغله، فيعني الالوان ما حدش بقى يعيب على الالوان، هي الالوان كانت موجوده وانا جبتها للي هو بيصرمك، وهو بقى ظبط الالوان كده تدريجيا مع نفسه. وطبعا كان البينك والابيض ده كان خلص، فعمل الجنب تاني بكام بلاطه كده بيج. مش مشكله، انا بالنسبه لي مش مشكله المهم تبقى فيها سيراميك وتبقى نظيفة. طبعا احنا مركبين الحديد وكل حاجة. هنا برضو انا صورت بالليل يوم ما كنت بعمل المطبخ، قصدي الرخام. صورتها بقى بالليل كمان كده، كنت كنستها ونضفت السيراميك اللي انا عملته فيها ده نفس السيراميك اللي انا عملته في ارضية الحمام. هو لونه يعني جري فاتح خالص، وعاملاه مط. والبلاطة بتاعتها كبيرة اللي هي 50 سنتي، 50 في 50. هي شفت. وكمان يعني الحاجه الحلوه اللي هنا ان السباك عمل لي كده جنب يعني عمل لي حوط لي بسيراميك كده، وزر السيراميك على البلاعه بحيث ان هي تبقى يعني هو كده خلى شكلها حلو بدل ما تبقى منها للارض كده مسويه. هو ما عرفش يصرمكها بصراحه، وقال انا هعمل لكم كده زي وزر عليها بتبقى هي تبقى بحيث ان هي تبقى لوحدها في جنب كده. بصراحه عجبتني الحركه دي، وحاسه انها نظفت لي البلكونه. وعمل لي الوصله بتاعه الصرف، وعمل لي طبعا البيبه بحيث برضه لو عايزه اغسلها او في ميه او في اي حاجه يبقى الدنيا تمام عندي. برضه اللي هو الحديد ده انا لسه هنجيب له الفبر ده وهنقفله كله فبر ان شاء الله باذن الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديهم يا رب. اللي لسه هيشطب ياخد افكار والافكار دي تعجبه ان شاء الله. ويا ريت بقى ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه. البتاع اللي فوق اللي انا قفلتها دي بصراحه احنا مستنيين الجار اللي فوقنا، هو احنا كلمناه وهو لسه هيجي يستلم، فاحنا مستنيينه يجي علشان خاطر استأذناه ان احنا نيجي نصبها من فوق ان شاء الله باذن الله. هصورها معاكم. وحبيبه قلبي اللي طلبت مني ان انا اصورها واحنا بنصبها انا مش ناسيه والله، بس احنا مستنيين بس ان جارنا اللي فوق يستلم على خير، واحنا استأذناه وقال ما فيش اي مشكله، لان ما ينفعش اصبها من تحت، لازم اصبها من فوق من عنده. هنا بقى دخلنا بقى على الحمام. طبعا انا كنت مصوره معاكم على الرمله بس خالص زي ما انتم شايفين كده. قلت برضو افكركم باللي انا كنت عاملاه. شلنا السيراميك كله وشلنا الحمام اللي هو البانيو والقدم والكلام ده كله. وجبنا طلبات السباكه كلها جديد. طبعا انا ما غيرتش القعده ولا غيرت الحوض لانهم كويسين. هنا بقى بتاع السيراميك خلاص صرمك، عمل السباكه وصرمك الارضيه وعمل لي بقى الحلق كده. بصراحه حاجه يعني نظافه يا بنات لما بتكون انت يعني الاول الحمام خشب والحلق بتاعه خشب، بصراحه بيشرب ميه وبيعمل يعني حشرات تحت منه. اصلا المونه اللي تحت الخشب دي لقيناه ما فيش مفرغ خالص، وده اللي بيلم حشرات وقرف. المهم هنا عملنا بقى سيراميك، والحته اللي باينه دي اللي هيركب عليها الحلق بتاع الباب الالموتال. الفتحه الصغيره المدوره دي جبس. دي المفروض ان دي الوصله اللي هيتركب عليها البانيو. طبعا انا مش يعني مفيش امكانيه ان انا اجيب البانيو واركبه دلوقتي، وزي ما قلت لكم قبل كده اتفقت مع السباك ان اول ما ربنا ييسرها ان شاء الله علينا واجيب البانيو هو هيجي يركبه له على طول. فهو عمل له الوصله بتاعته وكل حاجه، وسددها بجبس تقريبا ابيض او حاجه زي كده، حاطط كيسه وحاطط جبس ابيض عليها، بحيث بعد كده هيروح مكسره ويروح مركب بقى البانيو والصرف وكل حاجه. زي ما قلت لكم برضو انا حبيت اجيب السيراميك بتاع الحمام. المط بصراحه عجبني. فقلت وجبته كمان المقاس بتاعه كبير بحيث ما يكونش فيه فواصل كتير يعني وكده. فجبته المقاس السيراميك 50 في 50، ما جبتوش 40 في 40 يعني زي اللي بيركب. وكان لونه مط. انا بصراحه اول مره اجرب المط في الحمام.
هو شكله عجبني، بس انا مش عارفه بقى مع الاستخدام هيبقى عامل ايه، بصراحه مش عارفه. وبصراحه الصنايعي اللي هو السباك بصراحه طلع يعني ما شاء الله بيقفل حلو وتقفيله كويس. طبعا انا هصور لكم الشقه باذن الله ان شاء الله لما اجي انضفها واظبط لها الاضاءه بحيث تبقى كل حاجه واضحه لكم. المهم لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه، وان شاء الله كل حاجه هعملها جديد في الشقه ان شاء الله هصورها لكم. وحاليا الحاجات اللي انا عملتها في الكهرباء والليد والكلام ده في الصاله هصوره لكم ان شاء الله الفيديو الجاي، وبعد النقاشه وبعد ما الكهرباء يعني خطوه بخطوه كده هصورها لكم ان شاء الله باذن الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع الف سلامه.